إن الأحزان عزيزي المشاهد ارتبطت بالإنسان العراقي لأن المطر ولد مأساة على العكس من كل دلائله في ثقافتنا. طبعا حتما هو المطر خير، بس بسبب سوء تصرف الإنسان وسوء تصرف البشرية أصبح شر علينا. هجار مسددة كلها مسددة. وين أروحان؟ فدوى لعيونكم وين أروحان؟ غرقانة، مرض لا عندي، فراش لا عندي، صوبة لا عندي، إيجاد لا عندي. مرة أنا مريضة شوفت فحطت ما في مريض. دارية نصرخ، دارية نحكي، وين نروح؟ أريد أتحدث، أنتم كان عندكم علم بهذه الأمطار، أريد أعرف ليش ما اتخذت أمانة بغداد إجراءات؟ 60 منطقة عشوائية على رقعة جغرافية صغيرة، هاي تضغط على الخدمات. يعني الإعلام العراقي أيضا كان يتحدث عن موضوع مهم، هي الصخرة اللي صارت مثل عراقي. طبعا يعني هم مبردة عبعوب وخشب عبعوب وسيارة عبعوب. نقطة مهمة جدا سيد عبعوب. يعني أنا ما أتهم أي جهة سياسية، بس أكيد أكو يد خفية. أيضا ندعو يعني المواطن العراقي أيضا أنه يلتزم بالأنظمة والضوابط الخاصة، خاصة بالاستخدامات البلدية، حتى لا تنسد شبكات المجاري. من يستخدمها استخدام صحيح راح ما تنسد شبكة ولا تسبب لنا مشاكل. هذه الألف من الناس. احنا شكلنا لجان في دوائرنا البلدية تشمل الأيتام والأرامل والفقراء. أنا أريد أعرف شنو ظروفك؟ كان يتوفى حادث؟ أي نتل ومات، يعني هو كان المعين إلي. إليش مساعدة من برنامج طيبة أهلنا 2.5 مليون دينار عراقي، وإن شاء الله يكون لك مساعدات أخرى من البرنامج. هذا مبلغ من المال، وأيضا لك عربانة مع المعاقين إن شاء الله. ما زالت نافذة الأمل مفتوحة.